عمركم تخيلتوا باللي السحر يقدر يكون وسط بيتكم ومن أقرب الناس ليكم؟ ليلة عرس لوستي الدار كانت عامرة بالنشاط والفرحة، ولكن قلبي الصراحة كان مقبوض عليا. كنت عارفة بلي غادي توقع شي حاجة في ذاك النهار. دخلت لبيتي باش نرتاح وهي تطيح لي عيني على واحد الحاجة خبعة تحت الفراش. جمد لي الدم في عروقي وخلاتني نكتشف بلي هاد العرس ماشي ديال الفرحة، ولكن هي جنازة لحياتي الزوجية. قلت والله حتى نوض نقلب على ديك الحاجة شنو هي. صافي دخلني الشك البنات، بغيت نعرف شنو ديك الحاجة، ولكن اللي ما عرفتوش هو انني سكت واحد السكتة اللي ما اصلا كان خاصني ما سكتهاش. كنت ساكتة على بزاف ديال الحوايج كانوا كيوقعوا في داري، بحكم كنت كنقول لا نخلي لما منين يدوز وما نبقاش زعما نجبد المشاكل والصداع. ايوا فاش عرفت هاد الحاجه قلت والله حتى نوجد لهم واحد القالب واحد الليله اللي ما عمرهم غادي ينساوها في حياتهم. خليت ديك الفضيحه تولي بجلاجل. سمعوا شنو غادي يوقع، حيت هادشي اللي لقيت غادي يصدمكم. انا سميتي فاطمه، مزوجه بواحد السيد سميتو عادين. هذه 5 سنين عايشه مع عائلته في دار كبيره، صراحه كلشي موجود، كلشي موفرينه لينا. عادل رجل درويش، ولكن عزوزتي ولوستي فاتحه ديما كيبينوا باللي انا برانيه عليهم. فاتحه جا واحد العريس لاباس عليه والدار كلها فرحانه، لان صافي هذيك البنت هي اللي عندهم باغيين يزوجوها. كلشي كيوجد لهذا العرس وكيوجدوا لواحد العرس اللي هو كبير، يعني غادي يتخسروا فيه فضيحه ديال الفلوس. الليله ديال الدفوع والناس كلشي ناشط. طلعت لبيتي نجيب واحد القفطان، بغيت نبدل حوايجي، هزيت داك القفطان وانا كنقاد الفراش حسيت بشي حاجه قاصحه تحت المخده. جبدتها لقيت واحد الكموسه فيها تصويرتي انا وراجلي ومخيطه بواحد الخيط كحل. قلت انا واه شنو هذا الشيء اللي كاين في البيت ديالي، وانا البيت ديالي ما كيدخل حتى حد من غير الا دخلوا ليه وما شفتهمش او لا شي حاجه. وهما واهلي داري لي واحد اللعبه اللي هي كبيره، هما باغيين يخرجوا عليا وخرجوا لي على زواجي. لبتها شميت الريحه ديالها خايبه بزاف. صدمه كانت فاش لقيت وسط منها الشعر ديال شعري. كنقول انا كيفاش هاد الناس حتى هزوا الشعر، يعني هزوا لي المشطه ديالي ورقه مكتوب فيها غنشتت شملهم وما يجمعهم حتى بيت. انا صافي صراحه تصدمت، رجلي فشلوا عليا. ولكن اللي قتلني هو فاش سمعت الهضره مورا الباب. سمعت لوستي وعجوزتي كيتكلموا من ورا الباب عليا، وما كانوا كيبينوا لي عادي، كانوا كيبينوا لي انهم فرحانين زعما وسميتو، ولكن ما عرفتش بلي هذا الحقد كله كاين وسط قلبهم. كانت لوستي فاتحه كتهضر مع امها اللي هي عجوزتي وكتقول ليها امي واش درتي داكشي اللي قالت لك الشوافه. انا سمعتهم بشويه، انا تصدمت بعدا في داك النهار ديال العرس. انا صافي رجليا مثل واش قادين يهزوني باقي اولا غادي نتحرك شي بلاصه اولا. صافي انا تصدمت وليت باغي نهار. قالت ليها امي واش درتي داكشي اللي قالت لك الشوافه. بغيت نتهنى منها قبل ما نمشي لداري. هذه راه لوسي اللي كتكلم، والمشكله انا لوسي كان عاملها احسن تعامل، يعني ما عمرها شفت مني شي حاجه خايبه، حيت هما كانوا دايرين لي السحور وما عارفينش بلي انا لقيتهم. ايوا في ديك اللحظه كنت غنخرج انا نغوت. صافي انايا تصدمت في ديك اللحظه وبغيت نغوت، ولكن فكرت قلت الا غوت ودرت الشوهه تحت ما غادي تيقني، غادي يقولوا لك غير بلي انا اللي درت السحور وبغيت نتهمهم. مسحت دموعي، خديت ديك الكموسه ودرتها وسط الطيفور. عرفتوا الطيفور اللي هو من الطيافر اللي جايبين ليها في الدفوع اللي كيتعطاو للعروس قدام الناس. قلت والله حتى ندير ليها اكبر قلب كما هي كتحفر لي، غادي انا غادي نرد ليها هادشي اللي دارت ليا. ايوا درت ليها هذيك الكموسه، درتها ليها وسط الطيفور اللي فيه المجوهرات، يعني اللي فيه الذهب وفيه النقره وداكشي اللي غادي يجيب ليها العريس.
نهار العرس الكبير والبرزه شاعله ونكافه كتقول لهم صليوا على النبي، طلبت الكلمه قدام الضيوف، قدام الناس كاملين طلبت الكلمه، وانا نقول لهم لوستي فاتحه، هاد الهديه لقيتها مخبعه وجيت نعطيها لك قدام هاد الناس كاملين باش يعرفوا قيمتك عندي. حطيت انا ديك الكموسه في يدها وحليتها قدام العائله قدام العائله كاملها، قدام العريس وعائلته وعائله العروس، كلشي داكشي كاين في داك العرس، لان راه دايرين حنايا عرس كبير يعني كلشي معروض ليا. فاتحه وجهها ولا كحل، وعجوزتي بغات تطيح سخفانه، صافي بدات كتغوت. فاتحه كتقول لي لا شنو هادشي، منين جبتي هادشي؟ قلت لها الحبيبه ديالي هادشي لقيتو في البيت ديالي، وشكون نحطو ليا؟ حطيتيه ليا انت وامك. هضرت معها بواحد الهضره بواحد البروده. العريس فاش شاف صورتي مسحوره ومعاهم التلاميذ تخلع. في ديك اللحظه العائله كلها تخلعات وتصدمات. فاش حليت انا ديك الكموسه قدام العريس وعائلته، الصمت نزل على القاعه بحال الموس حتى حد ما تلاقي يتكلم. فاتحه وجهها ولا كحل وعينيها غيخرجوا من بلاصتهم. العريس هو العائله محترمه، هز ديك الورقه وبدا كيقرا التلاميذ، شاف فيا وشاف فيها، ولمو قال لها شوفي الوالده، هادو هما العائله اللي كنت غنتناسب معاهم، السحر والشعوذه من اول نهار. عكوزتي ناضت كتغوت وبغات تضربني، ولكن راجلي وقف قدامها وقال لها اهديك الله الوالده، هادشي اللي درتي ما كيدارش. انا بقيت كنشوف فيهم، انا اصلا مصدومه وصدمت من ردة فعل ديالهم. اول مره كنشوف في راجلي واحد النظره ديال الصدمه والحرقه، انه صافي تصدم حتى ما غادي يبغي امه وعائلته يسحروا لمراته ويتشوهوا قدام الناس. ايوا العريس خرج، تبعوه عائلته، الضيافه تشتتوا والناس بداو كيخرجوا وهما كيتهمسوا، كلشي كيتكلم كلشي كيهضر. العرس اللي تخسروا عليه المناين تحول لجنازه فرمشه عين، ولكن صراحه انا ما عندي ما ندير ليهم. فاتحه طاحت سخفانه بكسوتها البيضه، ولكن قلبي انا تخيلوا ما تحركش من بلاصتو. طلعت لبيتي بدم بارد، جمعت حوايجي وحوايج راجلي، دخل عندي راجلي للبيت، هو يجلس على واحد الكرسي وهو يحط راسو بين يديه وبدا كيبكي. قلت ليه ما تبكيش، انت راه ما درت ليا حتى حاجه، راه الغلط ماشي ديالك، الغلط راه ديال امك وديال اختك، هما اللي بغاو يشتتوني انا الشمل. هو مسكين صراحه كيبكي على امو واختو اللي ضيعوا راسهم وضيعوا معاهم، لانه هو ما عمرني انا كنت باغا انني نسكن انا وياه بوحدنا في دار وحده، لان امو كانت صراحه عزيزه عليه، كتقطر لي معينيه، وحتى اختو كانت عزيزه عليه. ومن الاول قال لي بلي انا غادي نعيش مع الوالده ديالي، قلت لي الله يسخر. وانا هابطه بالسيكان وقفاتني عزوزتي في الدروج، وجهها كله ولا كحل، قالت لي كلمه شتت لينا هاد الشمل الله يشتت لك النصيب. انا شفت فيها وقلت لها خالتي ما درت لك انا والو، انا غير رديت لكم داكشي اللي درتو ليا، البضاعه ديالكم اللي عطيتوني رديتها لكم، وقلت لها النيه راه ديما كتغلب الحيله، وربي نصرني على بيتي. راجلي نطق بواحد الكلمه وحده خلات الدار كتزلزل، قال لي امي احنا خارجين، والرزق اللي كنت كنعطيك من اليوم ما غاديش نعطيه ليك، غنعطيه لشي محتاج، حيت انتي ما عرفتيش قيمه النعمه. انا من بعد منه غادي نشرح ليه وغادي نقول ليه بلي ما يمكنش انا نحرمها من داك الرزق ديالها، وخا هادشي اللي درت لينا كامل، ولكن ما يمكنش لي انا نحبس الرزق ديالها من عند ولدها. رحلنا لمدينه اخرى، كرينا دويره صغيره على قدنا، ولكن صراحه الراحه اللي لقينا فيها ما لقيناهاش في ديك الفيلا. عادي ربي فتح عليه في خدمته، وانا ربي رزقني بالحماله اللي كنت كنتسناها سنين بسبب السحر اللي كان حابسني. اما فاتحه جاني الخبر باللي داك العريس ديالها رفع عليها دعوه ديال الطلاق، وباش ترجع ليه كلشي داكشي اللي خدات من عنده، وبقات مسكينه جالسه في الدار.
ايوا وعجوزتي ولات كدور من طبيب لطبيب. وهكا يا المشاهدين اتعلمت بلي الدور من ظلمات يوم القيامه. اللي حفر شي حفره لخو المسلم كيطيح فيها هو الاول. السحر كيدمر مولاه قبل ما يدمر الناس. واليوم وانا كنشوف ولدي بين يدي كنشكر ربي حيت عطاني الشجاعه باش نفضح الباطل ونعيش بكرامتي. هذه كانت قصتي، قصه المظلومه اللي ربي نصرها. بغيت نسولكم، واش في نظركم عادل دار الصواب فاش قطع الرزق على امه، ولا كان خاصو يبقى يعاونها خاص حرات ليه؟ كتبوا لي الاراء ديالكم وما تنساوش تبارطاجيو القصه باش تكون عبره لكل وحده كتفكر تغدر بالناس. السلام عليكم وفي حكايه جديده، وما تنساوش ابوني وجيم وشي تعليق يكون زوين، وشكرا لكم.